ماذا اعتذرتي عن بطولة فيلم خلي بالك من زوزو؟ انا ما اعتذرتش، انا مضيت على 3 افلام قبل ما اسافر 8 معلومات ما كناش نعرفها عن فيلم خلي بالك من زوزو. الفيلم ده اتعرض لأول مرة سنة 1972. يعتبر الفيلم ده من أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية. وفي فيديو النهاردة هكشف لكم 8 معلومات ما كناش نعرفها عن الفيلم ده. لم تكن السندريلا سعاد حسني هي المرشحة الأولى لبطولة الفيلم، بل سبق ترشيح الفنانة لبنى عبد العزيز، لكنها اعتذرت عنه بسبب سفرها إلى أمريكا برفقة زوجها. في البداية كان اسم الفيلم بنت العلمة، وهو الاسم الذي وضعه المخرج حسن الإمام، إلا أن الشاعر صلاح جاهين رفض واقترح خلي بالك من زوزو، نسبة إلى الأغنية التي تقدمها السندريلا خلال الأحداث. حقق الفيلم رقماً قياسياً في مدة عرضه داخل دور السينما، حيث استمر لمدة عام كامل، محققاً أعلى الإيرادات وقتها. حصل فيلم خلي بالك من زوزو على جائزة الرئيس جمال عبد الناصر التذكارية عام 1974. احتل الفيلم المرتبة 79 ضمن قائمة أهم 100 فيلم مصري التي أجراها عدد من النقاد السينمائيين عام 1996. بلغت ميزانية الفيلم حوالي 15,000 جنيه وقتها، كما أن الفنان حسين فهمي حصل على أجر بلغ 1000 جنيه. صور المخرج سمير سيف حوالي 3 أيام من خلي بالك من زوزو في أثناء سفر المخرج الراحل حسن الإمام لتكريمه في روسيا، وكانت المشاهد التي تم تصويرها هي المشاهد الأخيرة في الفيلم. تعرض الشاعر الراحل صلاح جاهين للهجوم الحاد بعد عرض الفيلم بسبب أغنية يا واد يا تقيل التي غنتها السندريلا خلال الأحداث، حيث رفض البعض تقديمه لهذه النوعية من الأغنيات بعد تقديمه للأغنيات الوطنية، وهو ما جعله يتأثر نفسيا للهجوم عليه. يذكر أن فيلم خلي بالك من زوزو من تأليف الراحل صلاح جاهين وإخراج حسن الإمام، وبطولة الفنانة سعاد حسني والفنان حسين فهمي والفنانة تحية كاريوكا وسمير غانم ومحيي إسماعيل، وتم عرضه عام 1972.